الحياة المؤلمة لما بتضحي بنفسك كليا عشان ولادك، انت كده مش بتربيهم على التعاطف، انت بتربيهم على الأنانية. ليه؟ لأن الطفل اللي مش بيشوف مامته بتاخد وقت لنفسها أبدا أو بتقول لأ ساعات، بيفتكر إن الكون كله بيدور حواليه ومسخر لخدمته. لما بتحطي حدود وبتقولي لأ ماما محتاجة دلوقتي وقت لنفسها، انت كده بتعملي كذا حاجة: إن كل إنسان له احتياجات، إن المشاعر والحدود الشخصية مهمة، إن الحب مش معناه التضحية الكاملة. الأم اللي بتاخد وقت لنفسها مش أم أنانية، دي أم بتدي مثال عملي على كذا حاجة: احترام الذات، أهمية الصحة النفسية، إن كل إنسان يستحق الاهتمام والرعاية. مثال بسيط: لما طفلك يقولك أو يبقى محتاج حاجة منك، قوليله معلش أنا دلوقتي حبيبي تعبانة، ممكن نعمل ده بعدين لما أبقى قادرة. مش بس بكده هيتعلم الصبر، هو كمان هيتعلم إن الناس عندها مشاعر وإن هو لازم يراعيها. في النهاية الطفل المتعاطف مش بيتربى في بيت فيه أم مضحية بكل شيء، ده بيتربى في بيت فيه أم بتحترم نفسها وبتعلمه ازاي يحترم الآخرين. خدي وقت لنفسك، حطي حدود، وشوفي ازاي ولادك هيبقى عندهم تعاطف أكتر مع العالم اللي حواليهم. شاركي الفيديو مع كل أم في حياتك محتاجة تسمع الكلام ده. في أمهات كتير قوي فاكرين إن هم لوحدهم في الصراع ده. واهم حاجه اكتبي لي في الكومنتس ايه اكتر تحدي بتواجهيه في الاهتمام بنفسك وفي ان انت تحطي حدود للي حواليك. هل الشعور بالذنب؟ هل خوفك ان ولادك يزعلوا منك؟ ولا انك مش عارفه اصلا تبداي ازاي؟ شاركينا تجربتك عشان كلنا نتعلم من بعض ونساعد بعض.